السلام عليكم الخوت، كراكم دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى على انه تكونوا كاملين في تمام الصحه والعافيه وتكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد اللي غادي نتكلموا فيه على ملعب براقي بالعاصمه الجزائر. ملعب براقي الذي يتسع ل 40 ألف متفرج، وهو قيد الانشاء منذ سنه 2009، وهناك شركه صينيه هي من تتكلف بعمليه بنائه، وبلغت تكلفته 240 مليون دولار. هذا الملعب الذي أصبح بين ليلة وضحاها محط إعلام العربي والدولي نظرا للخطوة التي قام بها مسؤول الكرة هناك في الجزائر بعد تغيير اسمه من ملعب براقي إلى ملعب نيلسون مانديلا. فبين معارض لهذه الخطوة ومؤيد لها تطرح العديد من علامات الاستفهام والعديد من الأسئلة. لماذا سمي الملعب بهذا الاسم بالضبط؟ ولماذا سمي في هذه الظرفية بالذات؟ وهل الجزائر لا تمتلك أساطير ومناضلين يستحقون التكريم بهكذا أمور؟ فهناك من يقول بأن اسم نيلسون مانديلا له أبعاد سياسية ورياضية عالمية، بينما آخرون يقولون بأن الجزائر أطلقت اسم نيلسون مانديلا على ملعب براقي تملقا لرئيس الكاف الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي من أجل منحهم شرف تنظيم العرس الكروي الأفريقي سنة 2025، خصوصا بعد احتدام الصراع بين المغرب والجزائر حول من سيكون له شرف تنظيم هذه الدورة، ودخول السباق أيضا نيجيريا والبنين في ملف مشترك، ودولة زامبيا التي أبدت رغبتها هي أيضا بتنظيم هذه النسخة من الكان. لكن بين هذا وذاك توضع الكثير من علامات الاستفهام وتطرح العديد من الأسئلة حول هذه الخطوة التي قام بها مسؤول الكرة هناك بالجزائر. فهناك العديد من الجزائريين يفتخرون بنيلسون مانديلا ويعتبرونه زعيم إفريقيا وليس زعيم دولة جنوب إفريقيا فقط، مع العلم أن نيلسون مانديلا تلقى تدريباته العسكرية هناك في الجزائر على يد جبهة التحرير الوطنية، وقال مقولته الشهيرة: لقد تعلمت الرجولة بالجزائر. فهل هذا هو عذر المسؤولين حقا بتسمية هذا الملعب بزعيم ليس جزائريا؟ بهذا غادي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما علي غير نقول لكم الخوت تهلاو فراسكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. تهلاو.